اهلا بكم مع مستر هشام. والنهارده ان شاء الله مع الوحده ال 14 للصف السنه الاعدادي. طبعا بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات، والله العظيم كنت تعبان جدا، كان عندي برد شديد جدا، فبقالي فتره يجي دخلت في شهر اهو ما نزلتش فيديوهات. اوعدكم الايام الجايه ان شاء الله هنزل منهج كله في خلال حوالي اسبوع ان شاء الله مع المراجعات. والان مع الوحده ال 14 وعنوانها Schools Around the World، المدارس حول العالم. طبعا بيتكلم عن مدارس مصر في ايجيبت وتشاينا الصين وجابان اليابان، وبيتكلم على كل مرحله سنيه يجب ان يرتدوا ايه، يلبسوا ايه وما يلبسوش ايه. عشان كده ناخد معاه قواعد مهمه جدا زي قاعده هاف تو وهاز تو وبعض حروف الجر. والان مع الكلمات واهم الكلمات في الوحده 14. مجازين مجله، article مقاله، most معظم، student طالب، practice يمارس، schools time اوقات مدرسيه، rules قواعد، use يستخدم، need يحتاج، meal وجبه، during معناها اثناء، بياتي بعدها noun اسم او فيرب زائد ing. look after يعتني بيه، خلي بالكم في look at ينظر الى، look for ببحث عن حاجه ضايعه مني، look after بعتني بيه. مول I am look after students، I am look after my children، يبقى look after يعتني بيه، look at ينظر الى، look for يبحث عن، وفي look up يبحث عن معنى كلمه في معجم او قاموس. برايمري ابتدائي، يونيفورم زي موحد زي موجود في المنهج ابتدائي اعدادي. برايفت ليسون درس خاص. نيسيساري ضروري، في ناس تقول لك نيسيساري غلط، اسمها نيسيساري من الضروري. اوبليجيشن الزام، وهناخد اوبليجيشن زي ايه بالظبط. تيك تيرنز يتناوب الادوار، يعني كل واحد ياخد دوره. ديش ووشر غسيل اطباق. سيرفي يعمل استطلاع. ريزلت نتائج يعني results. جس يخمن. look right ينظر يمينا. activities أنشطة. stay up late يسهر حتى وقت متأخر. بعد كده في حروف جر مهمة جدا. at the age of في سن أو في عمر. on the right على اليمين. on time و in time، في فرق بين on time و in time. on time في الوقت المحدد بالظبط بالدقيقة، يقول لك the train arrives on time، جه في الميعاد بالظبط. لكن in time في الوقت المناسب، يعني ممكن تأخر 5 دقايق 10 دقايق. يقول لك ايه؟ the student come to school in time في الوقت المناسب، يعني وقت الطابور أول حصة in time. لكن on time في الوقت المحدد بالظبط. نيجي بعد كده بس اهم القواعد. في قاعده اسمها تو، صفه تو جدا لدرجه قلة. لما اقول ذا تي از تو هوت تو درينك، الشاي سخن جدا مش قادر اشربه، يبقى ذا تي از تو هوت يعني سخن صفه، تو درينك لكي اشربه. اما اقول ذا باج از تو هيفي، الشنطه تقيله جدا، تو كاري ات لكي احملها، يبقى تو adjective to verb. Ali is too weak، علي ضعيف جدا، to carry the bag. بعد كده قاعدة although على الرغم من، للتناقض بين جملتين. أو although he is weak على الرغم انه ضعيف he gets high marks بيحصل على الدرجات النهائية، يبقى تناقض بين جملتين. يبقى although إذا جاءت أول الكلام كابيتال طبعا للتناقض بين جملتين. نيجي بعد كده يا جماعه الاوبليجيشن الالزام. عندنا قاعده مهمه جدا هاف تو وهاز تو وماست، لكن الزام ناتج عن قوه خارجيه هاف تو وهاز تو. هاف تو يعني من الضروري ان او يجب ان، طب وهاز تو برضه من الضروري ان او يجب ان. لكن هاف تو مع الجمع مع الاي والوي والزي واليو. طب الهاز تو مع الهي والشي والات. كل ده ناتج عن ظروف خارجيه. I, we, they, you have to. طب نفي have to ما نقولش haven't no.
don't have to. يبقى have to don't have to. For example, you have to use a pen in the exam. يجب أن تستخدم قلم جاف في الامتحان. يبقى ده إلزام خارجي. have to إلزام خارجي. يبقى you have to use a pen in the exam. طيب ممكن نقول برضو has to مع الهي والشي والإت. هي وشي وإت has to. طب has to مش مفرد؟ الهاز تو مفرد بيجي معاها مين؟ الهي والشي والإت. طب نفي هاز تو يجب أن ضروري أن doesn't have to. لاحظت have to مشتركة بين الاثنين سواء doesn't have to المفرد. طب have to مشتركة مع الاثنين يبقى she doesn't have to close the door. يبقى خدنا have to وهاز to وخدنا النفي have to don't have to و doesn't have to للمفرد. نيجي بعد كده نركز على do و does. do و does. do بتيجي مع do homework يأدي الواجب. do housework أعمال المنزل. do the washing up بيغسل الأطباق. do activities يؤدي أنشطة. do a survey يقوم باستطلاع. بعد كده make the bed يرتب السرير. make money يجمع فلوس. make friends يكون أصدقاء. make noise يعمل ضوضاء. make a mistake يرتكب خطأ. يبقى عرفنا ايه اللي بيجي مع do وايه اللي بيجي مع make. بعد انتهاء من have to و has to واللي بيجي مع do و make نيجي بعد كده في فورمال وانفورمال. يعني ايه فورمال؟ في كلام رسمي اللي بستخدمه لما اجي اعمل مثلا استماره بيانات مع حد ما اعرفوش. لكن انفورمال كلام غير رسمي مع الاولياء الامور، مع ابوك امك اختك مع اخواتك. باجي اسال اسئله ازاي؟ asking and answering questions for طبعا ايه فورمالي. لما اجي اسال وبجاوب اجابه ايه؟ رسميه. اسال بايه؟ do you mind if؟ هل تسمح لي لو؟ بعدها الفيرب excuse me could I ask واجيب بقيه الجمله. ده ask and answering about formally. طيب informally غير رسمي hello is it if I ask you أو do you have to swim. بكده لاحظنا انتهينا من أهم الأشياء في الوحدة من كلمات ومن قواعد ومن أهم النقاط. بكده إن شاء الله نكون انتهينا من الوحدة 14 وبإذن الله تكون عجبتكم ويتم المشاركة عليها. See you soon with Mr. هشام. Goodbye.